السلام عليكم ورحمة الله. معانا أكلة النهاردة، أكلة جميلة وموفرة، يعني بنص كيلو لحمة ممكن تقدر تعمل 10 أطباق مكرونة على رز. فتيجي نشرح ليكو ازاي الطريقة بالخطوات بالظبط وتعملها زي ما انا هقول لحضراتكم بالظبط. هننزل عندنا بطاسة فيها شوية زيت سخنين ونعصج اللحمة، اللي هو التعصيج اللي احنا ما بنخليش اللحمة تتحرق مننا واحنا بنسويها عشان هتاخد طياب كتير. فبنبتدي نغير لونها بس، واول ما لونها يتغير بننزل عندنا بالبصل والثوم، وبعد كده برضو مش هنحرقهم جامد، لازم يتقلبوا تقلبتين، يعني تبقى تقليبة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. على طول نروح جايين نازلين بعديها بالبهارات بتاعتنا، واللي هي كمون وكزبرة وبهارات مشكلة وتوم باودر وبصل باودر وشوية شطة وملح وفلفل اسود. هنديهم تقليبة جميلة مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. كل حاجة تبقى في السوا نص طياب كده عشان هتاخد تسوية اكتر. وبعد كده ننزل عندنا بالجزر وشوية قرن فلفل كده حراق، ونديهم تقليبة جميلة مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. تمام، زي ما واضح لحضراتكم في الفيديو التقليبة الجميلة، وتدي الحاجة حقها. بعد كده ننزل عندنا بعصير الطماطم، معلهوش اي اضافات ولا اي حاجة، حاطين بهاراتنا وكل حاجة، نديله تقليبة وبعد كده نضيف عليهم معلقتين صلصة حمرا ونسيبها تغلي على جنب غلوتين. وهنشوف النتيجة دلوقتي، حاجة يعني في الطعم ولا اروع، والبهارات يعني تبقى مظبوطة، هتطلع الاكلة جميلة. عندنا اهو بنقلب زي ما انتوا شايفين الاكل جميل والقوام بتاعه مظبوط، وهتشوف لونه طبعا هيتغير، هيبقى احمر غامق. تمام، زي ما انتوا شايفين كده مع التقليب. تمام، وادي الشكل النهائي بتاعنا للصوص بتاعنا اللحمة المفرومة. طبعا ليها كذا استخدام، ممكن نعملها في صينية، دي هنبقى نعملها في اكلة تانية اسمها فطيرة الراعي، هبقى اعملها لكم، بيتضاف عليها شوية بسلة بس. وادي عندنا الطبق الاولاني، عندنا رز بولونيز. تمام، زي ما انتوا شايفين كده الرز المفلفل، لو عايزين طريقته اكتبوا لي في التعليقات. وادي عندنا المكرونة. وبالاكلة دي نص كيلو اللحمة ده ممكن تقدر تعمل بيه اكتر من 10 15 طبق، يعني الكمية كانت كبيرة طبعا عشان زودنا عليها الطماطم والبصل وعصير الطماطم، فالكمية ما شاء الله تكفي، يعني اكلة اقتصادية 100%. وشكرا ليكم، وياريت تدعموني بلايك واشتراك لقناتي، وشكرا.